الفطير المشلتت في الطاسة من غير فرن ومن غير مجهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، ودايما يا رب بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا جدا واقتصادية جدا. طبعا احنا عارفين المعجنات دلوقتي في الفرن بقت برضو غالية، فاحنا هنعمله بقى في البيت بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا، هتعملوها على طول ومش هتشتروه من بره تاني. يعني من نص كيلو دقيق عملنا 4 فطاير حلوين. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل أي حاجة طبعا هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا أي حاجة جديدة أعملها. يلا بينا. أول حاجة أنا جبت طبعا البولة بتاعتي وحطيت فيها نص كيلو دقيق، حوالي 3 كوبايات ونص، وحطيت نص معلقة ملح صغيرة وكوباية مية هنبتدي بيها. هنقلب الملح كده، مش هنحط الا مية وملح ودقيق بس. مش هنحط بقى لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا حاجة، هو مية وملح وحبة دقيق هيعملوا لنا أحلى فطير. طبعا هنحط المية بالتدريج عشان خاطر ايه، الدقيق بيختلف الأنواع بتاعته. فاحنا هنحط أول حاجة نحط كوباية، وبعد كده نخلي الكوباية جنبنا نزود حبة حبة. أنا عاملة بمية فترة، مش سخنة ولا دافية، فترة يعني من الحنفية وعليها حبة مية سخنين صغننين، بقت فترة زي دمعة العين كده. ونعجن كده. طبعا العجينة بتاعة الفطير بتبقى قاسية شوية، فبتزود المية حبة حبة. طبعا لأن الدقيق الأنواع بتاعته بتبقى مختلفة عن بعضها، في بيمتص السوائل وفي بيطرد السوائل، فاحنا بنزود المية حبة حبة عشان اختلاف أنواع الدقيق. وأهم حاجة يا حبايبي في عجينة الفطير إن احنا نعجنها كويس جدا، يعني نخدمها كويس وندي العجينة حقها في العجين. نقعد نعجن فيها مش أقل من 7 دقايق. كل ما نعجنها كويس تدينا نتيجة أحسن. واحنا شغالين كده بنزود المية بق بق، يعني معلقة معلقة كده لحد لما نظبط العجينة زي ما حضراتكم كده شايفين. بصوا بقى العجينة بتتلم معانا وبتبقى جميلة ازاي. كل ما نعجن العجينة تكون أحلى وأحلى. نطلع كده العجين من ايدينا ونعجن كويس. بصوا بقت جميلة ازاي، تبقى عاملة كده زي اللبانة كده. كده بعد ما خلصناها بصوا ناعمة وحلوة ازاي. هنسيبها بقى ترتاح ربع ساعة كده. كل ما بنسيب العجينة ترتاح كل برضو ما تدينا نتيجة أفضل وتشتغل معانا كويس. نغطيها كده بكيس بلاستيك ونسيبها حوالي ربع ساعة كده ترتاح. وبعد ما ارتاحت رشيت دقيق على الرخامة بتاعتنا، وهنزل بقى بيها بالعجينة على الرخامة وأقطعها على 4. ممكن يعني على حسب راحتكم، ممكن لو عايزين تعملوها أصغر من كده تقطعوها مثلا على 6. بص بقى نص كيلو هيعمل لنا 4 فطيرات حلوين. شوفوا بقى ال4 فطيرات هتشتروهم بكام والنص كيلو بكام. ما خدش معانا أي حاجة. نكور كده بالشكل ده، حبة مية وملح وحبة دقيق يعملوا لنا أحلى فطير. بصوا العجينة جميلة جدا، ناعمة وحلوة ازاي كمان عشان سيبناها ارتاحت. سهل جدا. نكور كده
طبعا لو حابين تعملوه مني بقى فطير هتقعدوا تقطعوا حتت صغننة عن كده طبعا. ايه رأيكم كده؟ الأربعة هم رشيت برضو الطبق دقيق، وهنسيبها ترتاح كمان ربع ساعة. أهم حاجة في الموضوع إن احنا الراحة اللي احنا بنريحها لها دي هتفرق معانا خالص، العجينة تبقى جميلة معانا. وبعد ما ارتاحت ربع ساعة ناخد واحدة بقى كده ونفردها. هوريكم بقى طريقة سهلة جدا جدا، عشان نفضل بقى نعمل واحدة جوا واحدة جوا واحدة، لا هنعملها هي واحدة على طول، وهتبقى مورقة وجميلة جدا جدا جدا. بعد ما فردناها ندهن بقى الفطيرة بتاعتنا. انا حاطة معلقتين سمنة على ربع كوباية زيت، يعني سمنة على زيت. ممكن تعملوها بزيت بس، ممكن بسمنة بس، بزبدة بس، زي ما حضراتكم عايزين. وجبت الطبق كده، اي طبق او اي كوباية عندكم، ونروح حاطينها في النص ونقطع كده حواليها. ده بقى اللي هيورق معانا الفطيرة، الطريقة دي اللي هتورق الفطيرة. بصوا هنقفل كده وندهن، نقفل واحدة كمان وندهن برضه. الفطيرة بقى دي ما اقولكوش على طعمها، بجد تحفة جدا، هتعجبكم جدا جدا جدا. ونلمها كده. من غير بقى ما نقعد نفرد ونحط واحدة جوا واحدة جوا واحدة، لا، هي واحدة بس هتعمل أحلى فطيرة. بص كمان العجينة عشان مرتاحة بتتحرك معانا بسهولة ازاي، وبتتمط كده معانا. نحطهم بقى على جنب كده ونكمل. هنعمل واحدة كمان ونفرد برضو. بصوا بقى بتتفرد معانا بكل سهولة ازاي، سهلة جدا، عجينة سهلة. وهناكل فطير، يعني هناكل فطير. بعد كده برضو نحط الطبق وندهن برضو، بس هنقطع الأول اهو، بعد كده هدهن. عندنا الطبق بقى وندهنها بقى الزيت على السمنة. طبعا لو حابين تدهنوها زيت بس بتبقى برضو جميلة، بزبدة بس بتبقى أحلى وأحلى كمان. هنلم كده وندهن برضو بين كل راق وراق، هندهن كده بالفرشة. بصوا بقى حاجة تحفة. بعد كده هتعملوه في البيت على طول، مش هتقولوا هنشتري من بره تاني، انتوا هتعملوه في بيتكم دايما. احلى حاجة اللي احنا بنعمل لولادنا كل حاجة في البيت، واحلى حاجة اللي احنا واثقين من احنا بنأكلهم ايه. الفطير طبعا كلنا بنحبه، وبدل بقى ما هنشتريه من بره احنا هنعمله في بيتنا بطريقة اقتصادية وبطريقة كويسة وموفرة برضو. بصوا بتتفرد معانا بكل سهولة ازاي، بتتفرد معانا بسهولة جدا لان هي ارتاحت. واحنا بنريحها دايما بنبتدي بأول واحدة احنا كنا حاطينها في الطبق، ما بنبتديش بالأخيرة، لا، بعد ما ترتاح نبتدي بأول واحدة. برضو هندهنها ونحط الطبق في النص ونقطع بالشكل ده.
نلم برضو وندهن. دي بقى اللي بتديها التوريق، الحركة دي اللي بتدي الفطيرة التوريق، تكون مورقة كده وجميلة. بس كده. وبعد بقى ما خلصنا سبته ارتاح 10 دقايق، وخدت اول واحدة انا لسه مخلصاها. لازم نسيبه برضو يرتاح 10 دقايق كمان، كل ما بنسيبها ترتاح كل ما بتدينا نتيجة احسن. وافرد بقى الفطيرة بتاعتي. هنا مش محتاجين النشابة ولا حاجة، بايدينا كده بتتفرد معانا بكل سهولة. بصوا جميلة ازاي، احلى فطيرة. نعمل واحدة كمان. السمنة طبعا والزيت اللي فيها مخلينها سهلة جدا. نفردها كده. بعد كده بعد ما نخلص بقى فرد، نروح نسخن بقى الطاسة بتاعتنا. بصوا، وادهن الطاسة دهنة محترمة كده من السمنة والزيت اللي احنا عاملينه، وننزل بالفطيرة فيها. طريقة سهلة، وأظن مفيش أسهل من كده، ولا فرن بقى ولا أي حاجة. ونغطيها، نوطي عليها ونغطيها عشان تستوي من جوه ومن بره، ما تبقاش من بره محمرة ومن جوه نية عجين لسه. لا، نغطيها ونوطي عليها، نهدي عليها النار. النار ما تكونش عالية ولا تكون واطية قوي، يعني تكون متوسطة، أقل من متوسطة سنة. ونغطيها، نفضل نغطي نعين الغطا ونشيل الغطا ونقلب كده، ونفضل نقلب فيها. طبعا وانا بقلب كده بكون مغطية الفطيرة وبعينها. بصوا بقى لونها جميل ازاي، استوت اهي وحلوة جدا جدا جدا. احلى فطير. ننزل بحبة زيت على سمنة تاني. انا مسخناهم طبعا عشان اعرف استخدمهم. ونقلب كده، وبعد كده نغطي ونسيبها شوية، ونقلبها تاني، نعين الغطا ونقلب. بصوا بقى مفيش اسهل من كده. اسهل فطير في البيت، بنعمله في بيتنا بسهولة جدا. اي وقت عايزين ناكل فطير نقوم نعمله على طول، مش بياخد معانا ساعة زمن. اوام اوام. بعد ما العجينة ترتاح 10 دقايق وتكوني بتاكلي الفطير، يعني في 10 دقايق هتعملي الفطير. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصناه، هو بس عشان سخن انا مش عارفة امسكه. بصوا متورق ازاي، طبقات. جميل جدا وسهل جدا وطعمه تحفة بجد بجد بجد. متورق حلو اهو، من غير بقى ايه تعقيدات، بطريقة سهلة. والمرة الجاية هعملها لكم بطريقة اسهل، وكمان اسهل من كده بكتير. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وتدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.